صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى كده، موضوع الغدا ده موضوع شاغلنا كلنا كده كستات بيوت. كل يوم كده بنصحى من النوم ونفضل محتارين هنعمل غدا ايه. حتى انا وصحابي في الشغل بنفضل برضو قاعدين، كل واحده فينا بتسأل التانية انتي هتعملي غدا ايه النهارده لولادك في البيت. فبصراحه حبيت ان انا اشارككم غدانا النهارده، بحيث كده ان احنا ناخد برضو افكار مع بعض ونشوف كده هنعمل ايه. يا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه عندي يشترك. يلا بينا كده نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. دي هنا بطايه. تمام. انا مخرجاها من الفريزر من بالليل علشان اعملها تاني يوم اللي هو النهارده يعني. تمام. تعالوا كده مع بعض هنعملها بطريقه حلوه جدا، وكمان طريقه جديده انا ما عملتهاش بيها قبل كده على القناه. انا عملت اكتر من مره بط على القناه، فحبيت بقى ان انا اغير معاكم في الطريقه كده وتشوفوها، وان شاء الله هتعجبكم. يا ريت تسيبوا لي رايكم في التعليقات. يلا بينا كده نسمي الله. شايفين بقى البطايه بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان البط ده انا بربيه عندي في البيت. انا بحب جدا تربيه الطيور. يعني انا طلعت في بيتنا لقيت مامتي بتربي طيور، فعلشان كده انا كمان طلعت بربي طيور. وعايزه اقول لكم كمان ان انا اللي بذبحه، انا كمان اللي بنضفه. يعني ست بيت كده بيتوتيه وشطوره جدا، وبحب شغل المطبخ وبحب شغل البيت قوي قوي قوي، مع انه مرهق ومتعب. يلا بينا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. البطايه بتاعتنا اهي معايا، الراس والرقبه بتاعتها وكمان البطايه كامله. طبعا انا كل مره بعمل فيها الفيديو بعمل لكم فيها البطايه كامله زي ما هي كده، لكن النهارده بقى هنحاول بس نغير في الطريقه بتاعتنا شويه. تمام. طبعا انا حشيتها معاكم قبل كده كام مره، فالنهارده هنعملها بقى كده من غير ما نحشيها. خلاص. تعالوا بصوا كده هنبدا ان احنا نقطعها، لكن هنعملها بطريقه تحفه جدا، يعني بطريقه كده ان شاء الله هتعجبكم كلكم. تمام. وقسمنا الصدرين برضو بالشكل ده كده. هنا بقى البطايه بتاعتنا بعد ما قسمناها لاربع تربع، وبعدين غسلناها كويس جدا بملح وليمون ودقيق وخل. هنجهز بقى الخلطة او الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها للشوربة. معايا هنا جزر وبصل واربع او خمس فصوص من الثوم، ونزلت بيهم في المية، ونزلت عليهم كمان بمكعب من المرقة ورشة كده من الفلفل الاسود، وكمان هنظبط الملح بتاعنا زي ما احنا حابين. هنغطي عليها ونسيبها تغلي. اول ما تغلي بقى هننزل فيها بالبطة بتاعتنا. ويفضل طبعا ان احنا نضيف البط او الطيور عموما او اللحوم بعد ما المية تغلي، علشان ما يكونش معاكي الطبقة البيضاء اللي بتبقى على الوش. معايا هنا كده 4 حبايات من البطاطس، وتقدري انت بقى تستخدمي مقدار البطاطس اللي انت حباه او محتاجاه، بس دول كده يدوب علينا جدا في البيت. تمام. طبعا هنا هناخدها ونقشرها، وبعدين هنبدأ ان احنا نقطعها مكعبات علشان نعمل الوصفة بتاعتنا. عايزة اقول لكم الوصفة بتاعتنا النهاردة وصفة جامدة جدا، بتمنى ان انتم تجربوها بجد. هنبدأ بقى نقطعها، ويفضل ان احنا نقطعها كلها بنفس الحجم علشان تستوي كلها معانا نفس التسوية. يعني ما نلاقيش قطعة مستوية او جزء مستوي والجزء التاني لا، فيفضل ان هي تتقطع بنفس الحجم. تمام. بعد ما هنخلصها كده هنقوم جايين بقى واخدين كمان 2 جزرة، وهنقشرهم برضو وهنقطعهم تقريبا كده بنفس حجم البطاطس، علشان كله يستوي نفس التسوية ويستوي كله مع بعضه في نفس الوقت. تمام. المفروض بقى كده ان انا هاخدهم وهغسلهم وهنقعهم كده، او هحطهم في ميه لحد لما اخلص التسبيكه بتاعتي اللي هي عباره عن بصل وطماطم وفلفل اخضر. هاخد ده كله كده، وبعدين هنزل بيه في الكبه اللي عندي،
وهنبدأ ان احنا نضربه ضرب جامد جدا. خلاص يعني هنفرم كل المكونات دي كده مع بعضيها، طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما احنا متعودين مع بعض. الفيديوهات دي ممكن تفيد البنات اللي لسه بتتعلم الطبخ او ستات البيوت اللي حابة تاخد افكار جديدة. حلة بقى على النار مقدار بسيط كده من الزيت، استنينا لما الزيت سخن ونزلنا فيه بقى بالطماطم بتاعتنا او الخضار اللي احنا ضربناه كله مع بعضيه. والمفروض بقى ان انا دلوقتي هبدأ اضيف التوابل بتاعتي. ضفت مكعب من المرقة وضفت فلفل اسود، وهضيف كمان معلقة من القرفة. القرفة هنا مهمة جدا للوصفة دي يا بنات. كمون، وهضيف كمان كزبرة. والمفروض ان احنا كمان نظبط الملح بتاعنا. تمام، يبقى كمون وكزبرة وقرفة وفلفل اسود وملح. تمام، وهنا معلقة كده او نص معلقة من الثوم المهروس انا كمان ضفته للتسبيكة او للصلصة اللي انا عملتها. هسيبها بقى كده لحد لما تتسبك معايا، وبعدين تجهز. كل ستات البيوت الامارات عارفين الكلام ده. وهننزل عليها بقى بالبطاطس وبالجزر اللي عندنا، وهنضيف بقى مقدار الشوربة اللي احنا عايزينه. يا دوبك كده بس نغطيها بالشوربة، ما نزودش شوربة قوي علشان تطلع البطاطس بعد ما تستوي التسبيكة بتاعتها معانا تكون كويسة يعني، ما تكونش صيصة زي ما بنقول كده بالبلدي. حلة بقى على النار، وهنبدأ ان احنا نجهز للرز بتاعنا. طبعا كلنا عارفين الرز بيتعمل ازاي، لكن زي ما قلت لكم انا حبيت اشارككم غدانا النهارده. فالجزء اللي انا صورت فيه الرز ده مش هيكون جزء طويل او ولا حاجه. طبعا هنا حطينا الشعريه مع الزيت وسبناهم لحد لما يتحمروا او الشعريه تاخد اللون اللي انا حباه. وبعدين هبدأ بقى اضيف الرز اللي عندي. بعد بقى ما الشعريه اخدت اللون الذهبي ضفنا الرز، وبعدين بدأنا نظبط مقدار المية والملح اللي احنا محتاجينه. هنغطي عليه، واول ما يغلي هنهدي عليه النار ونسيبه لحد لما يستوي. هنا بقى البطاية بتاعتنا كانت استوت وبقت تمام جدا زي ما انتم شايفين. الشوربة لونها جميل وكان رايق جدا. هنبدأ بقى نجهز الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنحمر بيها البط بتاعنا، وكانت عبارة عن كيسين من الصلصة. يفضل طبعا ان احنا نستخدم نوع صلصة يكون كويس. رشة من الفلفل الاسود، رشة من الكمون، رشة من الملح، معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الزيت، ومفروض كمان مهم جدا معلقة صغيرة من القرفة، وحوالي ربع معلقة من السكر، ونص معلقة من الثوم المهروس. هنقلب كل ده كده مع بعضيه، وبعدين هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا بعد ما استوت، وهننزل كده بيها في صينية تكون واسعة، وهنرص عليها البط بتاعنا. وبعدين هنبدأ بقى ندهن البط بالخلطة التحفة اللي احنا عملناها دي. مش قادرة اقول لكم كان طعمها حلو قد ايه، وريحتها كانت تحفة جدا وهي بتتحمر في فرن البوتاجاز. بصراحة كانت تحفة. طبعا يفضل ان احنا نولع الشواية من فوق او الفرن قبل ما ندخلها كده بحوالي 10 دقايق بس تدخل فرن سخن. زي ما انتوا شايفين كده حطيت كام حبة من الفلفل. ده فلفل حامي جدا، حابة ان انت تستغني عنه مفيش اي مشكلة لو عندك اطفال صغيرين، لكن الفلفل مش هيأثر خالص معانا في طعم البطاطس او البط. يعني انا حطيته بس يتشوح كده معايا مش اكتر عشان انا بحبه جدا. هندخله دلوقتي بقى فرن البوتاجاز تحت الشواية. وده هنا طبعا بعد ما اتحمر وطلع معايا. طبعا احنا كده لسه ما خلصناش الفيديو بتاعنا، يا ريت تستمروا معايا للنهاية. اكون انا بقى حاطه فحم على النار عشان اعمل الحركة اللي احنا عارفينها دي كلنا. حطيت فحمة كده على النار زي ما انتوا شفتوا، حطيت عليها نقطتين من الزيت وغطيت بغطا، وغطي كويس جدا لحد لما الدخانة اللي بتطلع دي تختفي معاكي تماما. اقسم بالله كان طعمها في منتهى الروعة. طعم البطاطس مع البط بسبب التدخينة دي وبسبب التتبيلة دي كنت بتاكلي اكل طعمه عالي جدا. يعني هتعمليها تاكلي اكل طعمه عالي جدا احسن 1000 مرة ما هتاكلي في اي مطعم بره، وهتفرحي اولادك وهتفرحي كمان جوزك. جددي ونوعي في الاكل، ما تخليش الاكل عندك قاعدة ثابتة او قاعدة اساسية.
زي ما قلتلك نوعي وجددي، استمتعي بحياتك، استمتعي بالاكل اللي بتعمليه، استمتعي بكل حاجة حلوة انتي بتبتكريها وتعمليها في بيتك. دي هنا كده خلاص، الصينية بتاعتنا كده خلصت. تعالوا بقى نشوف طريقة التقديم اللي هتبقى تحفة جدا. وطبعا طريقة التقديم دي طبعا متروكة ليكي، براحتك طبعا قدمي الوصفة بتاعتك. هنا جبت كده طاجن حطيت فيه مقدار من الرز، وجبت سرفيس واسع عندي شوية زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت فيه كده كمان البطاية بتاعتي، وحطيت فيه كمان البطاطس في طاجن وقدمته بالشكل ده. بصراحة طريقة التقديم مهمة جدا للأكل، بتفتح النفس يعني، والله العظيم بجد لما تقدمي الاكل بصورة كويسة تحس كده ان انتي نفسك بتتفتح على الاكل اللي انتي بتعمليه. زينت هنا كمان الرز عندي بشرايح بسيطة كده من الطماطم، وزي ما قلتلك طريقة التقديم دي انتي حرة فيها، تقدري ان انتي تقدمي الاكل في اطباق عادي جدا زي ما احنا متعودين، لكن طبعا انا بحاول اقدم لكم احسن ما عندي. عايزه اقول لكم كده وصلنا لنهايه الفيديو، بحبكم جدا جدا، واقول لكم مع الف سلامه وباي باي.